السلام عليكم اخوان. اليوم اعلمكم شلون طريقة حل مشكلة البوت لجهاز التليسات 303 HD. هسه منا اخوان لاحظ ندخل على اليو اس بي، هاي الفلاش راح اعطيه تحديث، نعطيه تحديث ونطفي الكهرباء حتى تتعلم شلون تعالج هاي المشكلة. شوف اخواني، قل له نعم. لاحظ اخواني الان الجهاز على البوت. اذا تلاحظ العدسة بوت والكتابة هنا مكتوب سوفت وير از رونج، يعني سوفت وير خطأ. بليز داونلود اجين، يعني حمل من جديد، رجاء حمل من جديد. هسه شلون اخوان راح نحل هاي المشكلة؟ تابعوا وياي. هسه اخوان شلون نحل هاي المسألة؟ هذا عندنا اليو اس بي درايف، هنا عندنا الفلاش. اول شي نفرمته، ضروري اخوان فرمت الفلاش. هاي لاحظ كليك اليمين وفورمات. وين فورمات؟ لاحظ اخوان هاي الفورمات. ضروري اخوان اهم شي تتأكد هذا فات 32 ديفولت طفلي راضي. صيغة الفرمتة هاي ضروري. دوس ستارت، تعطي اوكي. هسه تفرمت اخوان كومبليت اوكي. هسه شو نسوي اخواني؟ ركزوا وياي، بسيطة جدا. وين عندك الملف؟ هذا الملف، لاحظ هذا اعطيه كوبي هنا بالبداية. هذا اي سوفت تحمل الجهاز تعطيه كوبي. لاحظ اخوان، وتنقله وين؟ تنقله للفلاش. شو تسوي؟ بيست. هسه هنا نقلته، هذا اي سوفت وير تحمل تنقله للفلاش. الان شو تسوي؟ هاي اهم خطوة اخوان. لاحظ اخوان، شوف لاحظ هو امتداده بن، انت كل شيء تلعب بعد بالامتداد، ماكو داعي تتغير بس الاسم. تجي هنا نسمي رينيم. انا دا اسوي لك اياها بلغة بسيطة حتى تعرفها. رينيم تقول له يعني عادة تسمية. احرف كبيرة بس اول حرف تدوس يو كبير، بعدين احرف صغيرة ابديت بي دي اي تي اي ابديت، بس هاي وتضغط انتر. هذا الاسم هو الامتداد ما نلعب به، هو اصلا بن. هذا الاسم مجرد السوفت وير، اي سوفت وير تحمل تسويه ابديت. اول حرف يو كابيتال يعني حرف كبير، الباقي احرف صغيرة. هسه ايش راح نسوي اخواني؟ النقلة للفلاش. ابقوا وياي وانتبهوا. هسه اخوان شو نسوي؟ هو الجهاز طافي، ضروري طافي من الكهرباء. نخلي الفلاش بالجهاز، لازم الجهاز طافي. هسه راح نخلي الفلاش بالجهاز. خلينا الفلاش. اول ما تشغله تقطع بهذا. هذا اخواني الزر الاحمر، يكون واضح. هذا الزر الاحمر تقطع بيه، ضروري لازم تقطع بيه. راح يطلع لك العدسة عليها بوت والجهاز واقف، انت شو تسوي؟ تقطع بالاحمر. لاحظ اخوان هسه راح اشغل الكهرباء واقطع بهذا الزر الاحمر. تقطيع مو ضغطة مطولة، اكو اجهزة ضغطة مطولة، هذا تقطيع بالزر الاحمر. واوجهه على العدسة. شوفوا اخواني، قام هسه العدسة قامت تعد، تتركه. هسه بعد كل شي ما تسوي، تتركه الى ان يكمل عد. هسه هو استقبل التحديث ودا يرقم، واضحة تكون عندكم اخواني. هسه سوى بوت، هنا من سوى بوت كمل. بعد شو تسوي حتى ما تصير خطأ بعمل الجهاز؟ سوى اقلاع ايضا. هسه خلوا، لاحظ اخواني، شوف هسه قال لك اند يعني انتهى التحديث. شوف هسه بعد تطفيه، لان انت خالي الملف حتى لا يخربط الجهاز، يظل كل ساعه بالاعازات تصير عنده مشكله. هسه راح اطفي الجهاز واسحب الفلاش، اطفيه واسحب الفلاش. ليش اسحب الفلاش؟ حتى بعد الجهاز يشتغل بصوره طبيعيه،
ما يصير يبقى الملف وانت بشغله يظل كل ساعة يسوي إعادة تشغيل. لاحظ اخوان، واضحة بسيطة. هو بس الفلاش تفرمته فات 32 واسم السوفت يصير ابديت، اول حرف كابيتال. لا، انتهى. اشتغل الجهاز بدون اي مشكلة. ان شاء الله اخواني واضحة عندكم. شكرا جزيلا.